السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية من قناة أكاون فاي. معاكم محمد رضا. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على الأبديت الجديد الخاص بالبنك الأهلي المصري. إمتى هيحصل؟ الامتحان القديم هيتشال إمتى وده هينزل إمتى؟ على حسب ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت قلنا هو خلال شهر 3. تمام، بس مش معنى كده اللي هو من 1/3 يبقى كده خلاص ضن شيل الامتحان ده وانزل بالجديد. لا، الفكرة كلها في إيه عشان تكونوا فاهمين؟ إن البنك الأهلي ما هو إلا ممكن نقول بيأجر منصة يمتحن عليها الطلاب. تمام، دي الفكرة بصفة عامة. المنصة دي ليها expire date، تاريخ انتهاء 5 سنين، وبيغير الامتحان. تمام، فامتحان الاي كيو خلاص شبه دخل على ال5 سنين وهيتغير. تمام، هل 1/3؟ لا، ناس هيمتحن 1/3، 3/3، 5/3، 6/3. الفترة دي كلها انت هتمتحن بالنظام القديم عادي خالص. تمام، طب بالنسبة للجديد اتكلمنا عن جزء منه في الفيديوهات اللي فاتت. تمام، وان شاء الله الجزئين التانيين الخاصين بالابديت هينزلوا الفيديوهات الجايه. طب الفيديو ده هنتكلم فيه عن ايه؟ انا بس حبيت اوضح الحته دي قبل ما نتكلم بصفه عامه عن البنك الاهلي المصري، من حيث طريقه التقديم ومن حيث الامتحان ومن حيث الانترفيو. هو فيديو شامل كده، وباذن الله دي هتبقى سلسله هتكمل معانا بقيه رمضان. هناخد بنك كده نتكلم عن كل حاجه فيه، من اول ازاي اقدم، ازاي ابلاي، اللي هي بروسس التعيين كلها، ازاي ابلاي، ازاي الامتحان عباره عن ايه، انترفيو الدنيا فيها ايه، كل حاجه. تمام، دي سلسله هنكمل بيها رمضان ان شاء الله. احنا كنا قبل رمضان عملنا بدايه ببنك مصر، تفاصيل الكامله لبنك مصر، وباذن الله نبدا بالاهلي النهارده ونكمل بقيه رمضان بنك كده. نحاول نخلص على قد ما نقدر اهم البنوك واكتر البنوك اللي بتعين، نفهمكم كل حاجه فيها. تمام، توكلنا على الله نبدا نشرح كل حاجه خاصه بالبنك الاهلي عشان تكون واضحه ليكم بصفه عامه. بسم الله توكلنا على الله. النهارده هنتكلم على التفاصيل الكامله زي ما اتفقنا الخاصه بالام بي اي. مبدئيا اول حاجه هنتكلم عليها هي how to apply، طريقه التقديم. طريقه التقديم الخاصه بالاهلي المصري، كل ما عليا اللي انا بعمله ببحث عن ام بي اي كاريرز او وظائف الاهلي المصري. تمام، ده طبعا بحث جوجل. اول ما يظهر لي اللينك بدخل عليه، ضغطت عليه هيظهر لي 2 ايقونه او 3 كمان. هيظهر لي هنا حديث تخرج او فريش، هيظهر لي ذوي خبرة experience، هيظهر لي هنا الانترنشيب او تدريب الخريجين 2025. انا عايز افهم ايه الفرق ما بين الثلاث قوائم دول. مبدئيا انا راجل مش experience، احنا الفيديو ده عاملينه للفريش. لو انا experience هضغط على experience وهقدم كده خطوات التقديم واحدة. تمام، وبالمناسبة لو انا experience وعندي خبرة في البانكينج سيكتور، فكره اللي انا اقول اكسبيرينس على حد بيقدم للاهلي المصري او اكسبيرينس في البانكينج سيكتور بصفه عامه، اكسبيرينس دي مش بتتقال غير على حد معاه خبره في البانكينج سيكتور بصفه عامه. يعني انا راجل اكس بنك اصلا، يعني انا طالع من بنك مثلا ورايح بنك تاني، عشان كده اسمي اكسبيرينس. انما انا راجل خبره في مجال مثلا محاسبه التكاليف كوست اكاونتنج، لا انا ما اتحسبش خبره في المجال المصرفي. تمام، دي النقطة بس حبيت اوضحها، ان انا experience يبقى انا راجل خبرة في المجال المصرفي عشان اقدر اقدم ل experience دي. تمام، بالنسبة لفريش جراد او تدريب الخريجين 2025، فريش جراد انت طبعا راجل حديث التخرج 22 23 24 25.
بصفة عامة بدأوا يقللوا من دي جدا. 22 للأسف، وحاليا دول بالنسبة لهم الفريش جراد. 22 بدأت بنسبة كبيرة جدا، يعني خلاص يتم استبعادها. 23 24 25 دول يعتبر اللي عليهم العين قوي الفترة دي ويتبعت لهم كتير. تمام. ايه الفرق بين فريش جراد وتدريب الخريجين؟ الاتنين ما هم الا سيم، هم كل حاجة بروسس تعيين واحدة. يعني ايه بروسس تعيين واحدة؟ يعني انا بعد ما بقدم بعمل يعني رحت دلوقتي قدمت، جالي اسسمنت، عملت الامتحان، هخش انترفيو بيرسونال، وهخش تكنيكال، وهعمل ميديكال، وهعمل كل وامني وكل حاجة. تمام. الفرق في تدريب الخريجين والفريش جراد، يعني الفرق بصفة عامة بيكون في ايه؟ في اول فترة انت راجل فريش جراد. كنت في ملحوظه عايز اقولها، في نوت معينه عايز اقولها. 2025 لما بيقدم وجي يقدم هنا فريش جراد، وحط الداتا بتاعته فريش جراد، وكمل كل حاجه في الفريش جراد، هو اوريدي وغصب عنه بيتحط هنا. تمام. بيتعامل المعامله دي اكنه مقدم في التدريب 2025. فالفكره هنا، انا لما جيت بصيت، انا لا، انا راجل مقدم فريش جراد وعايز اتوظف توظيف، عايز ابقى موظف في البنك الاهلي. طب انا مش فاهم ايه اللي انت بتقول عليه تدريب خريجين ده. يعني ايه تدريب خريجين؟ انا مش عايز اتدرب. ما هو هنا مبدأ التدريب هنا غلط. يعني هما فاهمين، انتوا بصفة عامة فاهمين مبدأ التدريب في دي غلط. مش التدريب ان انت بتروح تقعد شهر ولا شهر ونص هناك، وفي الاخر تاخد شهادة تقدير شكرا وبتاع، وينزلك 500 جنيه على الفيزا بتاعتك، ميزة اللي احنا عملناها لك. لا، مفيش الكلام ده. تدريب خريجين 25 ده توظيف بس بطريقة كويسة. اصل انا هدربك ليه واعمل لك امتحان اسسمنت وادخلك بيرسونال وادخلك تكنيكال واعمل لك الفرح ده؟ انا بعمل ده للراجل الموظف بتاعي اللي هيبقى خلاص هيساعدني في شغل. انا هعمله ليك ليه؟ عشان انت هيبقى ليك فتره زي نوتس بيريود كده، حوالي 3 شهور. الفتره دي يعني بصفه عامه هي مش ثابته. يعني في ناس دخلت الفتره دي خدتها كلها، وجم شافوا في الاخر البرفورمانس بتاعهم بناء على الاداء بتاعهم الشخصي، وبناء على راي المدير فيهم وارقامهم، وجي قال له خلاص انت تمام ضن، انت هتكمل معانا كموظف. طب الفتره دي انت دنيتك فيهم ايه كفلوس وكماديات؟ انت بتاخد حوالي 6000 جنيه، اللي هو يعتبر نص الراتب الفريش. تمام. ده اللي انت بتعمله في الثلاث شهور دول لما تتقبل في تدريب الخريجين بعد ما تعدي بالبروسيس دي. تمام. ده سيناريو بيحصل. في سيناريو تاني بيجي في اول شهر عدى خلاص، يقول لك خلاص انت معانا، يلا اعمل خطوات التعيين اللي هي ايه، انك تبقى موظف معانا اوريدي وتاخد راتب كامل وتاخد كل الامتيازات الطبيعيه بتاعت اي موظف. تمام. هي سيناريو من اتنين، فاهم؟ فده بصفة عامة طريقة الفرق بين الفريش وتدريب الخريجين. وفي نوت هنا كمان ان تدريب الخريجين لازم تقديرك يبقى فيري جود، جيد جدا. انما 23 و24 عادي بيتعاملوا بتقدير جود بس، جيد بس. انما 25 لازم يبقى تقديرك جيد جدا، بيمشوا الناس اللي جايبين مش جيد جدا. تمام. وبرضه للاسف دي مش ثابته، في ناس امتحنت عادي. تمام. بس انا بقول لك اللي حصل مع الاغلبيه. زي الفل. كده انا فهمت الفرق بين ده وده. خلاص انا راجل دخلت هنا قدمت غصب عني، او خلاص قدمت فريش جراد. هيحصل لي ايه؟ هتلاقي ظاهر لك قدامك حاجه بيقول لك اي اكسبت، شويه زي حقوق كده وخلاص. فانت اختار اي اكسبت وخلاص من غير ما تقرا. شويه كلام كتير يقول لك لازم ما تكونش شلت مواد وشويه كلام كده. فانت تختار اي اكسبت، اللي هو معنى اصح تفاصيل كتير كده، بس اختار اي اكسبت وخلاص. وتدخل بعدها على الداتا بتاعتك. هتلاقي عبارة عن ايقونات قدامك فوق كده، ايقونات كتير كتير. هنا مثلا بيقول لك الكورسات اللي انت خدتها والسيرتيفيكيشن. هنا بيقول لك المعلومات الشخصية بتاعتك، الداتا بتاعتك كلها. هنا بيقول لك الاكسبيرينس بتاعتك. هنا بيقول لك تفضل تشتغل فين. هنا بيقول لك لو في ريفرنس بمعنى اصح انت اشتغلت في مكان، وتقدر تحط رقم مديرك او حد يقول رايه فيك. آه، وبعد كده في الاخر يقول لك حط لي السي في بتاعك وحط لي ورقك هنا. بصفة عامة أي فيديو هيساعدك فيها، هي طريقة تافهة جدا. حتى أنت لو اتعاملت جبت بطاقتك وقعدت خطوة بخطوة هتلاقيها كله تمام. يعني هي تافهة جدا ومش محتاجة حاجة يعني بصراحة. تقرأ وتختار وخلاص. بطاقتك ورقم البطاقة وساكن فين، وحط. هنقول بس ملاحظتين مهمين: رقم التليفون، حط رقمين تليفون، حط رقمك مثلا ورقم والدك.
او رقمك ورقم والدتك او اختك، بحيث انت لو ترن عليك او سوري اتبعت لك مسج وعايزين يبلغوك اي حاجه قبلها. يعني مثلا في ناس بيبعت لهم مسج ويرن عليهم يقول لهم انت هتخش لحد المواعيد، هتلاقي مواعيد فيه كذا وكذا وكذا وكذا. فانت طبيعي تختار اخر واحد مثلا، لا ما تجيش يوم كذا، تعالى يوم كذا، يختار لك يوم تاسع اساسا. فالفون مهم جدا. رقمين دول يبقوا مهمين، رقمك شخصي، رقم حد من العيله بتثق فيه، بحيث تليفون لو انت مش انت غير متاح حد تاني يرد مكانك. بعد ما بتخلص لي كل الداتا دي، في شويه نوت برضه عايز اقولها لك هنا، شويه نوتس مهمين قوي. بلاش كدب خالص. تقديرك جيد، حط لي تقدير جيد، اختار جيد. مفيش حاجه اسمها جيد مرتفع في الاختيارات. ما تقولش انا جيد مرتفع، اختار جيد جدا. اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده. تقديرات جيد اختار جيد. هو التقديرات مقبول، جيد، جيد جدا، ممتاز وامتياز. فانت هتختار جيد، زي الفل زي الفل. اي اكسبيرينس عندك، اي سيرتيفيكيشن عندك، ما تقولش ازاي اسيبها فاضيه. عادي تسيبها فاضيه، انت راجل فريش ما عندكش حاجه، عادي خالص. اي اكسبيرينس في اي مجال هتكتبه، وهيجي لك حاجه يقول لك ريسبونسابيلتيز، المسؤوليات بتاعتك، هتكتبها. انا كنت بعمل واحد اتنين تلاته، بتلخيص بسيط خالص، المهمات اللي انت كنت بتعملها واعمالك اللي انت عملتها بجد. بلاش كدب يا جدعان. حلو، حلو قوي زي الفل. خلصت الجزء ده. إيه... بيجي في الاخر يقول لك اعمل سبميت. في نقطة كمان افتكرناها. لو جه مثلا الجزء بتاع العائلات دي اللي انا كنت ناسيها، الجزء بيقول لك هل لك اقارب بقى، انت ليك اقارب في البنك الاهلي ده لحد الدرجة الرابعة، درجة اولى وتانية وتالتة لحد الرابعة. بص انت كده كده هيعرفوا انك عندك قرايب، فايه بلاش كدب برضه، زي النصيحة اللي فاتت دي، بلاش كدب. هتكتب له تقول له عندي قريبي كذا، هيقول لك درجة القرابة كذا، شغال في كذا. بس خليك صريح، خليك صريح، اتكلم بصراحة. اصل يا جمال، وان انا رحت كدبت وما عملتش حاجه، ورحت عديت الامتحان وعديت الانترفيو، جيت في الاخر اكتشف، بصوا على ورقك وما بيراجعوه لو ان في حد من قرايبك يقول لك شكرا يلا امشي يا عم الحاج انت كداب. اوعى بلاش نكذب. تمام، يبقى نخلينا صريحين في كل حاجه احنا بنحطها، ومركزين قوي في كل البيانات اللي احنا بنحطها. تمام كده انا خلاص خلصت كل البيانات دي، وظبطت حوار العائلات وحوار العيله والريفرنس بتاعي. حتى لو ما عندكش ريفرنس، ما عندكش شغل قديم، عادي مفيش مشكله خالص، بيس يعني. بالنسبه لما يجي في الاخر بقى يقول لي اعمل سبميت، وهتلاقي برضه سؤال يقول لك انت اشتغلت في اي حاجه اوت سورس قبل كده، اشتغلت تقول مش اشتغلتش تقول لا، عادي خالص، خليك صريح. في الاخر بتعمل سبميت وسيف، بيجي لك بقى إيه ميل. الميل ده فيه ريفرنس نمبر 7 ارقام. ده بقى عامل زي القيد بتاعك في حربيه كده. ده ده انت في الاهلي. ال7 ارقام دول انت في الاهلي، انت مين في الاهلي. تمام، 7 ارقام دول مهمين قوي 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 قوي، نخليهم معانا. خلاص انت جالك اهم حاجه، يجيلك كونفirmation ميل، ميل التاكيد ده جالي الميل وخلاص، انت صمت واحنا خلاص استلمنا الطلب بتاعك، ولما يبقى في فرصه هنكلمك الكلام ده. كده انت ضاني يا باشا. اهم حاجه الميل ده، خلاص ما علينا سوى الانتظار. احنا كده قدمنا صح، جالنا كونفirmation ميل زي الفل. تدور الايام وربنا يكرم، والاهلي المصري يبعت لنا، بنلاقي اول حاجه مسج على التليفون من الاهلي المصري MBA، يقول لك احنا عايزينك تعمل المرحله الابتدائيه من الامتحان بتاعنا، لو سمحت ادخل سجل هنا، او ادخل حدد ميعاد. بيكون باعت لي لينك كده، انا بضغط على اللينك ده هيفتح لي الصفحه بتاعتي في الاهلي. فانا بضغط على حاجه اسمها اكسس بروفايل. لا بضغط على اكسس بروفايل، بيظهر لي يوزر نيم وباسورد. يوزر نيم، باسورد، بكتبهم طبعا. انت كده بتكون عاملهم في الاول، وانت بتعمل الاكونت بتاعك وانت بتكريته في الاول، بتكتبهم وتقوم داخل على بيدخلك على صفحه كده تحدد منها الميعاد. بتختار حاجه اسمها انفيتيشن، المواعيد او الدعوات. اخترت انفيتيشن، بتختار في بقى شويه نوتس هنا مهمه قوي. الاختيار يتم اختيار ابعد ميعاد. انا ظاهر لي اربع وخميس وحد، طبعا اختار حد، مفيش كلام. نختار ابعد ميعاد عشان نقدر نذاكر براحتنا،
وبلاش نختار الساعة 9 برضو، لو متاح نختار 11 أو 1. 9 ده انت بتبقى طالع من بيتك الساعة أصلا كام، فاهم؟ 7 ولا 8. 7 كمان عشان انت لسه هتروح التجمع أو هتروح وصال. فأنا بالنسبة لي بختار أبعد ميعاد، وأحب أختار من الساعة 11 للساعة 1 عشان أبقى رايح إيه فايق كده ونايم كويس زي الفل. زي الفل. إيه، طب أنا دلوقتي معرض يحصل لي حاجة، وهي حصلت مع زمايلكم الفترة دي. لما أضغط على اللينك ما يظهر ليش حاجة. لو ضغطت على اللينك وما ظهرليش ان انا اقدر اعمل ميعاد او ادخل على الميعاد، انت دلوقتي للاسف الشديد لازم تعمل حاجه. هتختار سيناريو واحد انك تكبر دماغك، وده طبعا انا مرشحوش خالص عشان الاهلي مش بيبعت كل يوم. السيناريو التاني انك تروح اداره الاهلي المصري على كورنيش النيل، معاك المسج معاك المسج اللي في التليفون، انا حصل معايا 1 2 3 4 ومش عارف اخد ميعاد. هيقول لك حاجه من الاتنين، لا هيقول لك انت تروح فرع التجمع اللي موجود في مجمع البنوك، لا تروح فرع وصال اللي في الشروق تمتحن. الفرعين دول هما الاتنين حاليا، ده خلاص بقى ابديتوه جديد وبقى نازل في الامتحانات، اغلب الامتحانات بتتم هناك، وفي ناس لسه ستيل بتمتحن في الفرع القديم. في فرق بين الاتنين ولا حاجه، الاتنين هماهم. الفرعين هماهم، دي اداره هيد اوفيس هيد اوفيس، الاتنين واحد، بتروح تمتحن وخلاص، نفس الامتحان نفس كل حاجه. تمام. طب انا ليه قلت كورنيش النيل؟ عشان دي الاداره الرئيسيه بتاع الاهلي، بتروح هناك تسال انا حصل معايا 1 2 3 4، فيقول لك لا تروح هنا لا تروح هنا. ممكن دي برضو نقولها، لو انت ساكن قريب من التجمع تروح التجمع الاول. انا حصل معايا 1 2 3، لا هيقول لك اطلع امتحن، لا للاسف الشديد يقول لك لا انت امتحانك في وصال، بس بنسبه كبيره هيقول لك اطلع امتحن. تمام. عشان دي يعني تعتبر المبنى المرسخ بالنسبه لنا او الافضل بالنسبه لنا، فاحنا برضو نقول دي التجمع. انت ممكن تروح التجمع على طول عشان كده هو داتا واحده يعني، ومش فارق كتير يعني، هو امتحان واحد وداتا واحده وبروسيس واحده وسيستم واحد. يبقى انت ايه نختار عشان ما يبقوش مشهورين، بس انا بتكلم لو انت من القاهره عادي مش هيحصل حاجه. تروح التجمع على طول. انا حصل معايا 2 3 4 يقول لك اطلع امتحن. طب وانا رايح اليوم ده ببقى عامل ايه؟ ببقى بقى ايه؟ مذاكر كويس الماتيريال، ولابس فورمال طبعا كده كده، نتكلم على التفاصيل دي كلها، ومأكد على كل حاجه ومعايا ورقي وكل حاجه، فانا كده كده عارف ان انا رايح عشان اطلع امتحن. بس في شرط مهم جدا عشان لو الحاله دي حصلت، اللي هي لو انا رحت اللهم صل على محمد، كنت هقول ايه؟ لابس فورمال. شرط مهم جدا، اهم حاجه ما يكونش عدى اسبوع على المسج اللي جاي لي. انت لو عدى اسبوع من تاريخ المسج اللي انت مش عارف تحدد منها الميعاد، انت كده بخ، كده انت بخ، كده انت مش هتعرف هتروح يقول لك يلا روح. للاسف انت استنى فرصه تانية او استنى مسج تاني هتجيلك. تمام. يبقى انا بالنسبه لي ما يكونش عدى اسبوع. تمام، اهم حاجه دي. 6 ايام عادي، انما اسبوع لو عدى اسبوع يقول لك خلاص كده انت اوت للاسف، والفرصه ضاعت بالنسبه لك، واسمك اتشال من على السيستم، وان شاء الله استنى مسج تانية جايه من البنك. تمام. كده انا عرفتكم بصفه عامه الدنيا بصفه عامه. لما يحصل مشكله في اللينك، او انا مش عارف اكسس البروفايل بتاعي، مش عارف اخد ميعاد، ايه اللي انا المفروض اعمله؟ تمام. ونعتمد الخطه ديت عشان ديت الافضل بالنسبه لي، عشان انت لو رحت مشوارين وانت اصلا مثلا من الصعيد هتتعب قوي، فاهمني؟ وهتبقى خايله بالنسبه لك، فنعتمد دي على طول. واهم حاجه ما يعديش اسبوع، وهيطلعوك تمتحن عشان وصال والتجمع سيستم واحد. انا بس قلت كوريش النيل وكده بصفه عامه ليه؟ عشان لو انت من القاهره والدنيا حوار معاك عربيه الدنيا سهله بالنسبه لك، انما لو الدنيا صعبه هتروح التجمع وهتمتحن، ودي تمام ومجربينها كتير مع زمايلكم. تمام، زي الفل. نيجي بعد كده، انا خلاص طب انا راجل عملت الكونفirmation ميل بتاعي اللي كان بقى في البروسس الطبيعيه بتاعي، جالي الميل بقى ان انا همتحن. طب نظام الامتحان ايه؟ انا كده كده متكلم في نظام الامتحان 50,000 مره، الاهلي ومصر هم نفس الامتحان بالنسبه للانجليش. بس هنتكلم في ايه بقى؟ تعال نتكلم كده في حقيقه نوتس بالراحه كده. ريبيت، انا بحب يعني ايه اقسمهم تقسيمه كده معينه، هقسمها لكم دلوقتي. ريبيت، conversation sentence build، و complete
وبس. انا بحب اقسمها التقسيمه البسيطه دي تقسيمه لذيذه جدا زي ما ذكرنا في الفيديو اللي فاتت. الريبيت والديكتيشن بنذاكرهم مع بعض. كل ريكورد بتسمعه حوالي 3 مرات. اول مره طبعا اللي بتكلم على الماتيريال الخاصه بينا، انت بتاخد مني الماتيريال على التليجرام، فهي بتبقى تشانل على التليجرام، فهي الشاشه بتبقى مقسومه نصين كده، يعني هي الشاشه عاديه خالص البورد بتاعك. فانا عايزك تضغط ويندوز سهم يمين ويندوز سهم شمال تقسمها لي كده، سبق واتكلمنا في الحوار ده كذا مره. هنا تليجرام، هنا PDF زي ما اتفقنا برضو. كل ريكورد، انا بتكلم دلوقتي على الريبيت والديكتيشن، كل ريكورد بسمعه 3 مرات. اول مره بسمع الريكورد وانا شايف الاجابات وبكرر معاه، شايف وبكرر. تمام. تاني مرة بضاير وشي واكرر. تالت مرة بكتب، يعني بشوف وبكتب، بسمع وبكتب كده. اتدربت على الريبيت والديكتيشن من غير ما احس. انت معاك في التشانل عبارة عن كام ريكورد؟ اللهم صل على محمد. معاك ريكورد للريبيت وريكورد للديكتيشن، ادي واحد واحد. معاك 3 ريكوردات للريبيت والديكتيشن، هنذاكرهم مع بعض. يعني ده هنذاكره مرتين، ده هنذاكره بطريقتنا نسمعه 3 مرات، وده 3 مرات، ودول هنسمعهم 3 مرات. ومعاك تحت بقى اهم حاجه الريكورد اللي هو الموست امبورتنت، ده اللي هو كل الاسئله المهمه او الجمل الاكثر مهمه، فيه بتاع 250 جمله كلهم، دول المهمين قوي وبيتكرروا كتير قوي، فدول ده اهم واحد برضو، ده ممكن نسمعه برضو ايه 3 مرات ريبيت وديكتيشن. نوتس بقى عن طريقه ال المذاكره، قلنا 3 مرات خلاص. اتفقنا في الريبيت ما هو الا تقليد لتون الصوت، للتون بتاعي. الديكتيشن بلم على قد ما اقدر اللي اكتبه، كتبت كلمة 2 انت خدت درجة. تمام. اهم حاجة اول حرف كابيتال، في الاخر النقطة بتاعتي I will كتبتها خدت درجة زي الفل. دول التو نوتس اللي كنت عايز اقول عليهم في الريبيت والديكتيشن. طب انا خلصت الجزء ده واكدت عليه كويس قوي. ندخل بقى على الكونفرزيشن والسنس بيلد. اتفقنا اللي هو من اكتر الحاجات اللي بتتكرر زي بصفه عامه يعني، وكرر كتير قوي الماتيريال. فانا هاكد على الفكره بتاعت ان انا اسمي الشاشه دي مهمه قوي. بالنسبه للكونفرزيشن هسمع الريكورد مره حلو وانا شايف كل حاجه قدامي، وتاني مره، اول مره كده خلاص ضن، تاني مره هسمع وانا مداير وشي وافضل ارد بقى. وكده كده الكونفرزيشن الرد بيكون بوان وورد، كلمه واحده بس. سنس بيلد بيقول 4-5 كلمات، وفي الاخر يقول لي بقى انا رتب لي الجمله دي، اهطل من الهطل يعني، سهله جدا. ده بصفه عامه النوتس. المايك بتاعك يبقى تحت شفتك، كل ده اتكلمنا عليه في الفيديوهات اللي فاتت. بنتكلم بصفه عامه عن الامتحان بتاعي. ده جزء اللي انا بسميه انك ممكن تخبط فيه على قد ما تقدر، بتلم فيه درجات على قد ما تقدر، بس حرام تخسر الكونفرزيشن والسنتس بيلد والريبيت. الحاجات دي سهله، وحرام الجزئين دول بالذات. انت ممكن تخبط هنا شويه وتخبط هنا شويه، بس حرام نخسر دول عشان سهلين قوي. الكومبليت معاك في التشانل قناه التليجرام، معاك 2 PDF، ده هما الامتحان عباره عن 18 جمله مش بيخرج عنهم الامتحان. والباسج معاك 34 موضوع مش بيخرج عنهم الامتحان، يعني فاهم، حرام برضه بالنسبه لي. الجزء ده ان شاء الله ضامنه، والجزء ده ضامنه، والجزئين دول ضامنه، وخبط هنا وهنا انت ضامن امتحان الانجليش بتاع البنك الاهلي. تمام. الكومبليت ده اهم حاجه فيه برضو، كنت ذكرت في فيديو ان نضغط كلمه نيكست بعد ما نخلص عشان يحسب لي الجمله. وهنا في الباسج اللي بنكتب من 4 ل5 جمل باسلوبنا بجرامر بسيط بسبيلنج صح، كابيتال نقطه كابيتال نقطه كابيتال نقطه كابيتال نقطه وهكذا. تمام. ده بالنسبه لامتحان الانجليش الخاص بالاهلي. هل الامتحان هيتغير؟ لا لسه، طبعا الامتحان لسه متحدث بقى، ما كملش سنه. الامتحان مكمل معانا عادي خالص، والامتحان معانا، والانجليش لسه مكمل، لسه برخامته معانا. فنذاكره بالطريقه اللي انا قلت عليها دي، واكدت لك على كام نوتس كده والحاجات اللي نقدر نلم بيها. تمام زي الفل. بالنسبه لامتحان الاي كيو زي ما اتفقنا اللي هو نيوميركل، فيربال، ابيليتي. نيوميركل مسائل رياضيه، فيربال قطع انجليش وعليها اسئله، ابيليتي ان انا بماتش ما بين حاجتين،
ببص على ده وببص على ده، شبه بعض بختار يس، مش شبه بعض بختار نو. تافه جدا. نيوميركال مسائل افكارها بسيطه قوي، بيجيلك حوالي 12 مساله. فيربال اتفه من التفاهه. قطعه. كل الافكار دي عشان اي كيو بقى فتره كبيره، كل ده بيتكرر، ده بيتكرر، كل ده بيتكرر عادي خالص. تمام. ده بالنسبه للاي كيو القديم. الاي كيو دي الجديد احنا اتكلمنا في جزء فات اللي هو هيكون عباره عن في اسئله ماس، وفي اسئله اي كيو بشكل مختلف تماما، وفي اسئله انجلش خاصه بالجرامر. تمام. وفي اسئله لوجيك، اشكال، يقول لك الشكل التالي ايه. تمام. ده زي سمر صغير كده، وان شاء الله اول ما الامتحان يبدا ينزل، اول امتحان يتم تطبيقه، احنا اتفقنا هو هيتم خلال شهر 3 او الفتره اللي بعدها بمعنى اصح. امتى بالظبط مش عارفين ميعاد بالظبط، بس احنا لسه معانا الامتحان القديم. اول ما يتم تطبيق ده ان شاء الله، احنا باقي في فيديوهين كمان لسه هننزلهم عن اللوجيك والجزء الابديت الخاص بالاهلي في جزء الامتحان ده. اول ما ينزل ان شاء الله هنظبط الفيديوهين دول، نتكلم عن كل التفاصيل. نزلنا فيديو بقى 2 كمان تقدروا تشوفوه برضو. وهنعمل ماتيريال يعني قوية جدا، تقدر ايه تعدي بيها من امتحان الاي كيو. الاي كيو بسيط جدا ان شاء الله. زود لي لوجيك، زود لي ماس، زود لي مش فارق لي. المهم ان انا دلوقتي هقدر اذاكر الانجليش كويس قوي، عشان الانجليش لسه زي ما هو تمام زي الفل. عديت امتحان الانجليش الخاص بالاهلي المصري، ونكمل. زي ما اتفقنا انا بروح هناك الاهلي، انا رحت المبنى خلاص، لابس فورمال، واخد الورق الخاص بيا اللي هو المطلوب مني. اللهم صل على محمد. مهتم بشكلي، المظهر مهم جدا. قافل تليفوني، مش بكلم حد. وكمان قاعد في حالي جدا خالص زي ما اتفقنا. اللهم صل على محمد. اوصل بدري نص ساعة. النوتس دي كلها مهمة جدا. وصلت، تستنى في ويتنج روم كده، اوضه انتظار. بعدها تبدأ تخش تمتحن. بالنسبة للامتحان بتاعي، انا عايزك تاخد معاك في جيبك ورقة كده تكتب لي فيها حاجتين: الجيميل بتاعك والريفرنس نمبر. ريفرنس نمبر هو 7 ارقام، والجيميل اللي هو جالك عليه المسج بتاع الاهلي، عشان ده اللي بتلوجن بيه في الامتحان، وعشان ما تطلعش ورقة وتتخيل هناك. تمام. ده بالنسبة لل النوت دي مهمة جدا، ناخدها نخليها في جيبنا، وبيطلعها تعمل بقى تلوجن في الامتحان وتسجل دخول في الامتحان. بتبدأ تخش تمتحن الانجليش عشان برضه مهم. مش مسموح بورقة وقلم، ممنوع ورقة وقلم في امتحان الاهلي. امتحان اهلي ومصر انجليش ممنوع ورقة وقلم. الورق هو بيديها لك في امتحان الاي كيو، وخد معاك آلة حاسبة عادي، خد كالكوليوتر عادي. تمام. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ دخلت الامتحان، هو بنظام نجحت بتدخل في اللي بعده. بالنسبة للانجليش، نجحت في الانجليش ادخل اي كيو. نجحت في الاي كيو، حاليا بيقول لك روح وهنبعت لك من اسبوع ل2 تعمل بيرسونال. تمام. فرضا كان يوم رخم، كان الاول بيدخلوا بيرسونال، فرضا كان يوم رخم ودخلني بيرسونال. هنتكلم عن يعني كده هنتكلم عنه، يعني ايه، سواء قال لي ادخل او سواء قال لي روح، فنتكلم عنه. هو بيرسونال لطيف قوي، بسيط يعني، نتكلم عنه بصفه عامه هنا عشان نبقى ايه قفلنا حوار الاهلي المصري خالص. هيجي بس هنا ايه زي ما اتفقنا شويه اسئله مهمه. قدم نفسك، tell me more about yourself، نقاط الضعف والقوه، موقف صعب مريت بيه، عملت ايه بعد التخرج. اهم حاجه في الانترفيو ده السي في بتاعك تبقى مذاكره كويس قوي. السي في بتاعي ده بقى واكله حرفيا، عشان انت هتسال على كل ديتيلز فيه، اي حاجه فتفوته كده يسالك عليها. قدم نفسك، نقاط الضعف والقوه، عملت ايه بعد التخرج، موقف صعب مريت بيه. تمام. كل ده اسئله روتينيه نقدر نجاوب عليها. تعرف يعني التيلر، تعرف يعني السي اس كاستمر سيرفيس، ده كده لازم نذاكره. في كمان بقى
نقطة أنا عايز أتكلم فيها، في جزء كده في الابلكيشنز بيقول لك ديبارتمنتس، اللي هو اللهم صل على محمد، الأقسام اللي أنت عايز تدخلها. جايب لك 1 2 3 4، أي حاجة أنت بتكتبها هنا، كتبت له مثلا هنا تيلر، سي اس، اوبريشن، ريسك، اي حاجه انت بتكتبها هنا هيقول لك بقى قول لي تعرف عن التيلر، قول لي تعرف عن الاوبريشن، قول لي تعرف عن الريسك. فانا اي حاجه اكتبها هنا ابقى مذاكرها من قبل ما اروح. ده ابلكيشن بيدولك تكتبه قبل ما تدخل البيرسونال. تمام. اهم حاجه في البيرسونال ثقتك في نفسك واسلوبك في الكلام، وانا كده كده عامل فيديو كامل عن حوار البيرسونال ده، فنقدر نشوفه. بس دي زي سامري ليه وخلاص بصفه عامه، وزي ما اتفقنا مظهري وكده، ونكون مذاكرين السي في بتاعي كويس قوي، ونقرا قوي عن الاوبريشنز، عشان ده السؤال ده اتكرر قوي الفتره الاخيره. يقول لك تعرف يعني الاوبريشنز وتعرف يعني الكريدت، فدول ذاكروا اي داتا عنهم كده تعرف تتكلم عنها بصفه عامه. تمام. بتخلص البيرسونال بتاعك، يقول لك خلاص تمام شكرا، عندك اي اسئله؟ ربنا يخليك. تمام. يقول لك احنا من اسبوعين لشهر هنتواصل معاك. حلو. عشان تعمل التكنيكال انترفيو بصفة عامة برضو، عشان نكون صراحة مع بعض. آه، المدة دي مش ثابتة، ممكن تبقى أقل من كده خالص، ممكن بعد يومين يكلمك يقول لك أنت عندك تكنيكال روح كذا. ممكن يبقى في يوصل مثلا لأسبوعين عادي، شهر عادي، ممكن أكتر من شهر. يعني المدة دي مش ثابتة، يعني المدة دي ما هي إلا جملة روتينية تقال في آخر الانترفيو، إنما هي أقل من كده أو أكتر من كده بكتير عادي. في ناس قاعدوا مستنيين تكليك سنين عادي خالص. تمام. بس بصفة عامة المدة لما بتعدي شهر ابدأ يعني للأسف قلل الأمل شوية، عشان هي بتبقى زي بروسيس ثابتة كده، فاهميني؟ بس ده زي سمري كده عن الأهلي بصفة عامة، بطريقة التقديم، بكل حاجة، بالامتحان، بالانترفيو. طبعا في تفاصيل كتير في الانترفيو البيرسونال والتكنيكال، أنا ذاكرها في الفيديو الخاص بالبيرسونال والتكنيكال، هتلاقوه على التشانل تقدروا تشوفوه. وذاكر تفاصيل التكنيكال بالذات. التكنيكال بقى زي ما اتفقنا قبل كده بيبقى خاص بالوظيفه بقى، مثلا سواء تيلر او سي اس او اوبريشن او اي حاجه، بتبقى رايح مذاكر اساسيات محاسبه، اساسيات الوظائف دي كلها عارفها، قارئ عن البنك الاهلي كويس. وده طبعا موجود في ملف التكنيكال اللي انا عامله الخاص بالبنك الاهلي يعني وكده، مش هتحتاج تدور على مصادر كتير يعني. تمام. اللي هو برضو شامل الماتيريال شامله الانجليش والاي كيو، وشامله كمان ملف بيرسونال وملف تكنيكال. تمام. ده بصفة عامة ملخص للأهلي المصري من A to Z حرفيا، مش تحتاج تشوف أي حاجة تانية. أهم حاجة بالنسبة لي في امتحان البنك الأهلي حاجتين، في الأهلي بصفة عامة حاجتين: عدم الكذب، المظهر. امتحان الإنجليش ده اللي أقدر أتكلم عليه في امتحان الأهلي المصري بصفة عامة. تمام. كده أنا ذكرت كل حاجة. أتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم وفاتكم. بإذن الله الفيديوهات الجاية نتكلم عن تفاصيل أكتر خاصة ببنوك تانية بنفس الفكرة دي. تمام. وبس، شكرا لو وصلت في المشاهدة لحد هنا، واتمنى بجد الفيديو يكون عجبك. متنساش تدعمنا باشتراك ولايك. وكان معكم محمد رضا من قناة الكون فاي.